السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ بقيتو مزيان هانيين؟ كي درتو مع الصحيحه؟ نتمنى لا فيديو ديال اليوم يوصلكم ان شاء الله في تمام الصحه والعافيه، وتكونوا بخير وعلى خير. قبل ما ندوز عفاكم الفيديو ديال اليوم، نتمنى اي وحده شافت هذا الفيديو هذا دير واحد اللايك، والله يجعله في ميزان حسناتك، وكذلك واحد التعليق لتحت، وكذلك ما كنتيش اختي مشتركه في القناه غير اشتركي فيها، راه ما غاديش تندمي. ان شاء الله جايين وصفات عديده ان شاء الله اللي غادي يعجبكم بزاف. بالنسبه للبنات اللي جربوا الكريم وشكروني عليه، كنقول لكم بصحتكم وراحتكم وشكرا لكم، وما غادي يجيو غير وصفات زوينين ان شاء الله. غادي نعطيكم بزاف ديال الوصفات تقدوهم من راسكم في ديوركم، اللي يكونوا طبيعيين وما غاديش يضروا لكم البشره، وانتم تكونوا كيتقاموا عليكم رخاصه البنات. صافي، اليوم بدلت لكم شويه الديكور باش ما بقاش طالع لكم في الراس ديالكم. غادي ندوز الفيديو ان شاء الله. هو ديال دابا حاليا كاين البرد كاين، وشنو اللي تيوقع هو انه الشنايف ديالنا اول حاجه كتقشر. وبما اني انا ما كنتش يعني نكذبش عليكم، يعني ضرب فجا البرد، يعني ما كنتش كنعتني بالشفاه ديالي، ما كنتش كندير لهم الروتين اللي انا كنديرو كل شتاء باش ما كيتشقوش ليا. فما نكذبش عليكم، يعني تشقوا وتقشروا ليا لدرجه انه الا كليت غير الماكله كتبقى تحرقني في الشنايف ديالي، وكيبقاو يوزوزوا ليا الشنايف وداروا ليا الشراطي والقشور. غادي نوريكم واحد الوصفات جوج اللي غادي تستعملوهم بطبيعه الحال ما غاديش تبقاو تعانيوا من هذا المشكل. دونك انا الوصفه الاولى غتحتاجوا مقشر. هذا المقشر هذا اللي غادي تحتاجوا فيه ملعقه ديال السكر سنيده حبيبات السكر، كتاخذي واحد الملعقه صغيره وكتحطيها وكتضيفي لها واحد ماشي نص معلق، قل من نص معلق ديال القرفه مطحونه. القرفه معروفه، القرفه شنو هي؟ يعني كتكون مطحونه وكتكوني متاكده انها ديال الدار، يعني كتكوني شادها انت عويدات وكديريها مطحونه، وكديري واحد نصف ملعقه ديال القهوه سريعه الذوبان. والزيت اللي ضروري خصو يكون هذا الزيت هذا هو زيت الكوك، او ما يسمى زيت جوز الهند، زيت جوز الهند او زيت الكوك، يكون نوعيه بطبيعه الحال مزيانه، اسمحوا لي، يكون متاكدين منه انه نوعيه مزيانه. كتقبطوا هاد المكونات هادو، كتخلطوا هادوك النواشف وكديروا له داك زيت الكوك، يعني عينكم ميزانكم حتى كيندمج داك الخليط وتقدروا انكم ديروه للشفاه ديالكم. يعني هذاك الخليط لا شاط لكم، راه كديروا واحد بويطه ديال الزاج وكتخلي ولا طبيسيل وكتغطيوه بالسلوفان وتخليوه في الثلاجه. يعني تحتاجوها تجبدوه، يعني ما تقلبوهاش البنات، كتقبطوه كديروه للشفاه ديالكم، كتخلوه 10 دقائق بحال اللي كديروا. يعني حتى انا كان عندي حتى هنا، يعني درتو في هذا الشفاه وفي هذه المنطقه هذه، وكتخليه 10 دقائق. هو غادي يبقى يحرقك شي شويه على وديك القرفه، ولكن ماشي مشكل لان اصلا تيكونوا مضطرين. وهذا الروتين هذا واخا يكونوا الشفاه يعني كوقايه دياليه، يعني يكونوا الشفاه ديالك ما مضطرينش، راكي كديري هاد لو ماسك هذا من بعد او القماش. من بعد منين كتخليه كتمر عليه واحد كي قلت لكم 10 دقائق، كتبقاي تقومي بهذه الطريقه هذه، كتبقاي تقومي مزيان. ومن بعد كتغسلي وجه هذاك الفم ديالك مزيان. وغادي نوريكم واحد الطريقه ديال الترطيب اللي زوينه وانا كنستعملها، ودابا حاليا انا دايراها اللي واعره بزاف. اولا ماشي كلشي كيدير ما يسمى بالعكار ولا بالكلوس، وانا هذاك الشيء اصلا بصراحه ما كنقدرش نبقى دايراه في الفم ديالي، واللون ديال الفم ديالي كيتبدل، يعني كيزرق. ونوريكم شنو غادي ديروا باش تحصلوا على واحد اللون اللي هو غوز، فمكم يولي وردي بحال دايرين بحال يعني لون طبيعي، يعني تكتسبوا لون طبيعي، وفي نفس الوقت غادي تحصلوا على واحد الترطيب اللي هو عالي. وغادي يعطيكم كيفاش غادي نقول لكم واحد اللون، يعني في الصباح ملي غادي تفيقي غتلقاي واحد اللون زويون، وغادي يحميكم كذلك من هذه البروده ديال الطقس اللي حنا فيها دابا.
يعني ما غاديش يتقشر لكم. الا درتو الروتين اللي انا قلت لكم ديال المقشر كنستعملوه 3 المرات في الاسبوع البنات، يعني نهار ايه ونهار لا. واذا كانوا الشفاه ديالكم متضرره انت كديريه كل نهار. الناس اللي عندهم تشققات بزاف ديروه نهار ايه ونهار كل نهار، حتى هي الا كان عندكم هذاك الكيسيل بالدم كاع اسبوع ما تبقى فيكم حتى شي حاجه. اما اللي غير باديه راه من المره الاولى يلاحظ الفرق بانه صافي راه ما بقاش عنده داك القشور وداك الشيء، ودونك غادي يولي الفم ديالكم طبيعي. من بعد غادي تاخذوا هاد شكون ما كيعرفش هادي ولات مشهوره عند الناس اللي على برا، حنا ديالنا ما كنستعملوهاش، ولكن الطريقه باش كيستعملوها كلهم خاطئه. انا نعطيكم الطريقه الصحيحه وجربوها ردوا عليا الخبر. لانهم هما شنو كيديروا؟ كيفزقوها بالماء ورد، الطليه سميتها الطليه، المهم ديال العكر الفاسي معروفه، كدير 8 دراهم حتى 10 دراهم، يعني ما غالياش هي بزاف. واللي باعها لكم اكثر من 10 دراهم راه كينصب عليكم. المهم كدير 8 دراهم حتى 10 دراهم، يعني ما خصهاش تفوت الثمن هذا. المهم ها هي فين هي كيشدوها هما. انا شفتهم في اكثريه المصريات ولاو مبليين بها، تياخذوها وتيديروا لها الماء ورد وشي بانسون وكيديروها. هي ماشي ما كتعطيش اللون، كتعطي اللون، ولكن شنو تيوقع؟ فمكم كينشف، يعني ما كيكونش فم رطب، فهمتوا؟ يعني الفم كينشف. الطريقه الصحيحه البنات هي انني غادي ناخذ الماء او الماء ورد، انا اللي بغيتو غادي نتزكها، غادي نخليها واحد شويه. هي درت فيها واحد الجغيمه د الماء، نخليها غير واحد شويه ماشي بزاف، غير باش تطلق ليا ديك الحموره. وغادي نقلبها، وغادي ناخذوا هاد العكوره هادو عرفتوهم، هذا ما يسمى بلابيلو. عندي هذا الاحمر وعندي الازرق. المهم انا كنستعمل هذا الاحمر اللي غوز من الداخل. هو شوفوا كي داير، وكاين هذا الابيض. المهم خذوا اللي بغيتو، ما كاينش فرق. الا عندكم الابيض استعملوا الابيض، راه ماشي قضيه كيستيون اللون. يعني انا عندي دابا كنستعمل هذا، راه كنستعمل هذا. المهم كتاخذوا هذا، حنا فزقناه غير بالماء، يعني محتاجين لا ما ورد لا والو. وكتجيبوا هذا العكار هذا وكتبقاو ديروا بحال هكا، بحال كتحكوا ديك الطليه. ماشي تتحكوا داك هاد لابيلو هذا، كتبقاو بحال كتحكوه بحال هكا حتى كتحسوا بانكم هزيتوا داك اللون ديالها. عرفتوا شايبان لكم اللون؟ شفتوا؟ شفتوا اللون ديالو؟ انا غادي نوريكم بالاخر بيض. طريقه زوينه وسهله ملي كديروها في الشفاه ديالكم وكتنعسوا الصباح كتلقاو واحد اللوين. ها انت شفتوا؟ هانتي هذا بهذا البيض هذا، ها هو شفتوا؟ يعني البيض ولا الاحمر اللي بغيتو، راه ما كاينش فرق. هذا هو. اما ما ديروش الزيت البنات، حيت شي وحدين تيديروا الزيت ما زوينش. ما ديروش الزيت، كديروا الماء. عندي الشيطه ديال المكياج لتحت، وكتقبطوا ديك الشيطه بانسو صغيره وكتبقاو ديروا لها بحال هكا بحال هكا حتى كيتطلق داك اللون. كتحيدوا داك الماء، او درت دابا قدامكم غير الماء ولا الماء ورد. من بعد كتستعملوا واحد من هادو اللي كيكونوا هكا ديال الشمع، وكديروهم فمكم. راه الصباح راه ما نقدرش نقول لكم على لون كيكون فيكم. شوف ها نتوما، ها الاول باللون الغوز، ها الاخر يعني كيف يعني. ها نتوما انا نولي نخدموا بيدي. شوفوا يدي، شفتي صباعي؟ شتي اللون تيعطيك واحد اللون سبحان الله زوين. وميم طو كيعطيك واحد الرطوبه للشفاه ديالك. صافي ديري غير هادو وجي تفكرين الا كل ليله. الا هذا بالنسبه لهاد اللي بغات اللون غوز دير طليه، كيصبح عندك واحد اللون طبيعي. اللي ما بغات غير الرطوبيات دير هادو وتنعس. وإلا جاوك اختي المشق ولا القشور في الفم ديالك، اجي عندي قولها لي في التعاليق، ولا ما حيدوش منك اجي قوليها لي في التعاليق. يلا مع السلامه.